السلام عليكم البنات، شراكم شحوالكم؟ نتمنى تكونوا كامل لاباس وبخير وعلى خير يا رب. كما راكم تشوفوا اليوم درت لكم وصفه الصابلي، وصفه سهله وبسيطه وناجحه ويذوب في الفم. تبعوني نوريكم الطريقه. عندي هنا 250 غرام من لابيل كما راكم تشوفوا، وعندي ايضا البنات كأس إلا ربع من السكر. بالنسبه للسكر البنات استعملت سكر الرطب مش سكر الحرش. وعندي هنا كيس من الخميرة، عندي بيضة كاملة ووحدة صفار. نعاود لكم، بيضة كاملة ووحدة صفار. عندي هنايا فاني كما راكم تشوفوا، وعندي ايضا فرينة. نبداو حبوباتي على بركة الله. ومن بعد البنات نضيف لها البيضة كاملة وحدة صفار كما قلت لكم. نخلط المكونات جيدا مع بعض هكا، ونضيف كاس الى ربع تاعي من السكر. كما قلت لكم البنات هنا سكر الرطب مش حرش، وحاولوا البنات تشعلوه بشويه هكا باش ما كلا يطلع لكم السكر. فوالا هنايا البنات راح نضيف فانينة، ونضيف ايضا كيس من الخميره، ونزيد نضيف ايضا البنات الفاني، ونخلط المكونات مع بعض هكا البنات. هنا كما راكم تشوفوا نلم في العجينه. حاولوا البنات ما تكون العجينه تاعكم ما تكون شايحه، ما تكون تسمى. حاولوا البنات المهم تكون لكم شويه هكا طريه باش يجي الصابلي تاعكم يجي بنين ما شاء الله. ما تكسرولوش فانينه بزاف. شوفوا البنات هنايا، شوفوا العجينه اللي تحصلت عليها. ومن بعد نروح نحل العجينه تاعي. شوفوا البنات انا هنا كي حليتها درت النيلو لتحت وحليتها. ما ديروش البنات الطريقه ديروا الفارينه وتحلوها هكا البنات. تزيد تشرب لكم فرينه ويجي الصابلي تاعكم ما يجيش طري. طريقه من الاحسن هذه هي الطريقه باش يجي الصابلي تاعكم يذوب في الفم. شوفوا هنايا البنات بعد ما لصقته، بعد ما طابلي لصقته، درت له الكونفيتور ودرت له درت له عفوا السكر، من بعد درت له الكونفيتور ولصقته. هنا الطريقه هذه كامل تعرفوها كما راكم تشوفوا. اذا حبوباتي هذه هي وصفتنا لنهار اليوم. اذا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما تنسونيش بالدعم تاعكم. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام. كاش شفتي